لا، ده عند ام ترتر. بس هي مين طنط ام ترتر اللي عندها كل حاجه دي؟ هي الست نفوسه مرات علوان ابو اسماعيل العربجي من سكان حي كرموز باسكندريه، وهي ست قويه ولسانها طويل حبتين. يا ترتر انت بطل طولة اللسان. انا الانسة حنفي يا مهدى الى الحديقة يا ورد افريقيا. اما بالنسبه للقب ام ترتر اللي طلع عليها فده راجع لسببين. السبب الاولاني ان هي عندها 4 ولاد، ابراهيم واسماعيل ونبويه، واخر العنقود ترتر، فعشان كده سموها ام ترتر. وفي سبب تاني، وهي ان هي من الستات العايقه والمتضايقه اللي بتحب تلبس ترتر كتير. ايه السبب في ارتباط ام ترتر او كلمه ام ترتر لما بتكون حاجه ضايعه ومش لاقيينها فنقول عند ام ترتر؟ السبب بيرجع لان ام ترتر كانت من الستات زي الستات المصريه كتيره مربيه فراخ وبط فوق السطوح عندها، وبرضه كان نفس الحال عند جيرانها. بس كانت لما حاجه تطير من طيور جيرانها وتيجي عندها كانت على طول بتذبحها وتقدمها لجوزها على العشاء، وكانت كمان بتخفي اثارها تماما، الدم والريش واللحم وكل حاجه كانت بتخفيها. فكانت لما حد تضيع منه حاجة يروح يكلم أم ترتر، طبعا عشان هي ست لسانها طويل فما كانش بيقدر ياخد منها حق أو باطل. فكان لما حاجة تضيع من حد يقول له ربنا يعوض عليك، دي عند أم ترتر.